السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تانية ثانوي مع بعض هنحل باقي المراجعة رقم 2. المسائل اللي كانت فاضلة طبعا مالكش دعوة بمنظري المعفن ده. أنا لسه صاحي من النوم والساعة دلوقتي 8 الصبح وعايز أصور لك قبل ما أنزل لتالتة ثانوي عشان ما تتأخرش على الامتحان بتاعك، فمالكش دعوة بالمنظر اللي أنا فيه ده. يلا الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله منكم لله. ربنا يخليكوا قرى يا رب على الصبح. نشوف مع بعض إيه اللي كان ناقص في الملزمة. بسم الله. أسئلة تقييمات عالمية. الأشكال المقابلة توضح 4 كتل كل منها مصنوع من زجاج كثافته معاك كثافة. مديك مساحة القاعدة بواحد، يعني مساحة القاعدة دي واحد. طبعا احنا عارفين الحجم بيساوي ايه؟ A في اتش. طب أنا الإيه بواحد يبقى الحجم في اتش على طول، ماشي. أي شكل يكون كتلته 13 جرام، حلو أوي. مديني الكثافة بالجرام على السنتيمتر مكعب والحجم بالسنتي والكتله بالجرام، يعني كده مش هنحول حاجه، يعني المساله مظبوطه. تمام، يلا بينا نشوف مين فيهم اللي هيدينا الكتله دي. طب ما الكتله بتساوي رو في فوليوم. طب ما الرو بتاعتي 2.6 والفوليوم بتاعي اللي هو A في اتش. طب ما الايه اصلا بواحد والكتله ب13، يبقى افهم من كده الاتش انا عايزها 13 على 2.6. لما اقسم 13 على 2.6 يديني 5. يبقى اذا الشكل سي هو اللي فيه الاتش المطلوبه. يبقى الشكل سي هو اللي فيه الاتش المطلوبه. يبقى الكتله بتساوي الكثافه في الحجم. كتله ب 13، كثافه ب 2.6، حجم ايه في اتش. الايه اصلا بواحد كانها ما اتحطتش، يبقى المجهول الوحيد اتش. اشوف اتش بكام، لقيتها ب5. السي هي اللي الاتش فيها ب5. سؤال حلو قوي ده، خدناه في المراجعه. سؤال قذر مكتوب وحش، فانا هعدل شويه حاجات، والله اعلم ان انا عدلته ده هو الكتابه الصح ولا لا. فانت في الامتحان تقراها بس بالراحه. كرتان A و B مدين مختلف. كثافه الكره A اسمها رو A، كثافه الكره B اسمها رو B، وتمثل 3 امثال كتله الكره B. ما اعرفش ايه ده، ايه ده؟ يعني المفروض كتله A 3 امثال B ولا لا؟ انا شايف ان دي ايه، يعني ايه؟ كثافة الكرة B كذا وتمثل 3 أمثال الكرة A، ماشي. يبقى كتلة B 3 أمثال كتلة A. لو اتعكست في الامتحان اعكسها عشان أنا مش شايف الكتابة عدل، أو أنا نقلت حاجة غلط من تقييمات الوزارة. فالمهم يعني أنا أعتبر كتلة B 3 أمثال كتلة A، ونص قطرها يساوي قطر كرة A. أو بص أنا كملت الجملة. نص قطر B يساوي قطر ايه. الله على السؤال. انا نفسي اللي حط الامتحان ده يجي لي يوريني وشه، يشوف الطلبه اللي احنا بنشوفها. هل الطلبه بتاع التانية السنه دي تستوعب الافكار دي يا راجل يا راجل؟ ماشي. نص القطر بي ضعف يساوي قطر ايه. يعني بص انا اصلا بتلخبط وانا بقول نص القطر بتاع بي يساوي القطر بتاع ايه. عايز النسبة بين الكثافتين. صلى على النبي. الكثافة بتساوي كتلة على حجم، يعني كتلة على كحجم الكورة 4/3 باي ار تكعيب، وخدناه في المراجعة. طب أنا هقسم الكثافتين على بعض، كثافة A على كثافة B. يبقى شيل الثوابت، شيل 4/3 وشيل الباي زي ما اتفقنا في المراجعة. يلا نرصها. الكتلة طردي، يبقى كتلة A على كتلة B زيها زي الكثافة في نص القطر بقى عكسي، يبقى نص القطر B على نص القطر A، بس ما تنساش ان في تكعيب هنا. معرفش يا جماعه انتوا فاهمين دي ولا انتوا مش علمي؟ حضرتك الكثافه طردي مع الكتله وعكسي مع نص القطر تكعيب. فلما اقول كثافه A على كثافه B يبقى كتله A على كتله B عشان العلاقه طردي ما بين الكتله والكثافه. اما نص القطر عكسي، يبقى كثافة A على كثافة B بيساوي نص القطر B على نص القطر A، بس نحط التكعيب. يلا نعوض يا شباب. أبطال تانية ثانوي اللي إن شاء الله عمال أدربكم. بصوا منظري عامل إزاي عشان خاطر نعرف نحل. كتلة A على كتلة B. بص يا سيدي صلى على النبي. أنا هشيل كتلة B وأحط 3 أهي، يبقى تلت في ما هي كتلة B ب3 من الA، أهي 3 من الA، فالA هتروح مع الA يعني. طيب وهشيل نص القطر B واحط 2،
2/1 تكعيب. احط هنا 2 يبقى كده تلت في 2 تكعيب. 2 تكعيب ب8 يبقى 8/3. الإجابة ألف. الإجابة ألف لو أنا قاريها زي ما أنا قريتها، لو معكوسة هتبقى 3/8، بس هو عايز إيه على بي زي ما أنا قريتها. 8/3 إن شاء الله. السؤال اللي بعده، مكعب من الحديد طول ضلعه 12 سم. معايا طول الضلع، ماشي كده. أنا معايا حجم المكعب، كتلته 7، معايا الكتلة. إذا علمت أن كثافة الحديد، معايا الكثافة، هل المكعب مصمت أو يحتوي على فراغات؟ بص يا حبيب قلبي، أنا دلوقتي عندي كثافة وكتلة، أو كثافة وحجم. يا هنجيب الكتلة، لقينا الكتلة بتاعت الكثافة والحجم دي أقل من الكتلة اللي عندنا، يبقى الجسم ده مفرغ من جوه. لقينا الكتلة دي زي الكتلة دي، يبقى الجسم ده مش مفرغ. حلو الكلام؟ أو العكس، أجيب الحجم بتاعه، لقيت الحجم أكبر من الحجم بتاع المكعب ده، يبقى المكعب ده مفرغ. يبقى تعالى نشوف، تعالى نجيب الأول الحجم اللي هو مدولي. 12 في 10 أس سالب 2، حولت من سنتي لمتر، طول الضلع تكعيب. أهو يلا بينا نحسبها كده. 12 من 100 أس 3، طلع الحجم 0.0172 متر مكعب. ده الحجم. نروح بقى نجيب الكتلة اللي هي الكثافة في حجم. 7800 في الرقم اللي احنا جبناه فوق، يبقى هضرب الأنسر ده في 7800. طلعت الكتلة 13.47 كيلو جرام. يا نهاري، يعني لو الحجم ده مصمت المفروض يدي 13 كيلو، بس الحقيقة انها 7 كيلو، يبقى في حتة فاضية من جوه. يبقى تاني، انا جبت الحجم بتاع المكعب اهو، يعني انا دلوقتي عندي مكعب اهو. سؤال تنح بصراحة. المكعب ده كله حديد اهو، كله حديد مقفول خالص. المكعب ده بالحجم ده المفروض يوزن 13، بس انا ببص لقيته وازن 7 بس. ايه معنى ان هو وزن 7 بس؟ ان المكعب ده من هنا كده حديد، والحتة اللي في النص دي فاضية كده، في حتة فاضية كده، في حوالي 6 كيلو ونص متشالين منه. يبقى بالحجم اللي هو مديهولي والكثافة اللي هو مديهالي المفروض اوزن 13، بس انا وزنت 7، يبقى في تجويف في النص. يبقى فسر اجابتك، قول له ان الكتلة الحقيقية لهذا الحجم 13، ولكن بالكتلة هذه يكون المكعب مفرغ من الداخل. سلام عليا، سلام عليا على الداعي. سؤال 7، حتى سؤال 7 قذر. إناء وهو فاضي ب 190 جرام، هو فاضي، اتملى بسائل كثافته النسبية، يبقى الكثافة النسبية 81%. أصبحت كتلة الإناء والسائل ب 400، يبقى كتلة السائل 400 ناقص 190، السائل لوحده ب 210 جرام. يبقى طبق وهو فاضي ب 190، وهو مليان بسائل 400، يبقى السائل لوحده كام؟
شيل ال 400 اللي هم كلهم من ال 190 يبقى السائل لوحده ب 210. طبعا خدنا زيها كتير، انا بشرح بس عشان اول مره يشوفنا. فاذا ملئ هذا الاناء بالماء تصبح كتلته هو والطبق بكام؟ طب ما انا عشان اجيب كتلته هو والطبق لازم اعرف كتله الميه. طب ما كلنا عارفين ان قانون الكثافه النسبيه بيساوي كتله السائل على كتله الميه. حلو الكلام؟ انا بقى عايز كتله الميه، يبقى كتله الميه تساوي كتله السائل على الكثافه النسبيه. هبدلهم مكان بعض. كتلة السائل ب 210، الكثافة النسبية 81%، هتطلع اللهم صل على النبي بحوالي 259.3. كده أنا معايا كتلة المية. عايز بقى كتلة المية والطبق، هجمع عليها الطبق، يبقى أجمع عليها 190 اللي هم بتوع الطبق. لما نجمعهم على بعض الناتج هيطلع د 449. تطلع الإجابة د 449 تقريبا. صح ولا إيه؟ يعني إن شاء الله صح. المهم فكرة المسألة، مسألة مهمة أوي أوي وحلوة أوي بصراحة. تسعة برضو مسألة حلوة أوي بأمانة يا جماعة. التقييمات صعبة أوي أوي بصراحة. برميل يسع 90 كيلو من المية، يعني المية تتحط في البرميل ده 90 كيلو، دي كتلة المية. أو 60 كيلو من الجاز، كتلة الجاز. إذا كانت كثافة المية 1000، دي كثافة المية. اوجد الكثافة أو الكثافة النسبية للجاز. صلى على النبي. أدي برميل، البرميل ده يشيل 90 كيلو ميه ويشيل 60 كيلو جاز. ايه اللي ثابت في القصه؟ الحجم. الحجم ثابت، حجم البرميل ثابت، لكن تقل الحاجه اللي هتحط جوه مختلفه. زي بالظبط لو جبت علبه، مليت العلبه دي رمل ومليت العلبه دي ميه، مين اتقل؟ الرمل. فاذا حجم الحاجه هو ثابت بس التقل اللي هو الكتله مختلف. طب ما انا عندي فكره حلوه يا مستر، ما انا معايا كثافه الميه ومعايا كتله الميه، طب ما انا اجيب الحجم بتاع الميه اللي هو حجم البرميل واخده استخدمه تاني. فكره جميله جدا. يبقى اقول حجم البرميل يساوي، الحجم يساوي كتله على الكثافه. طبعا عملناها على السبوره كتير واتكتبت في المراجعه كتير. الكتله 90 والكثافه 1000، يبقى 9 من 100 متر مكعب. ادي الحجم بتاع البرميل. ناخد بقى حجم البرميل نجيب منه كثافة الجاز. كده كثافة الجاز هتساوي كتلة على حجم. كتلة الجاز بقى اللي هتتحط كام؟ 60 وحجمه 9 من 100. اقسم لي 60 على 9 من 100. كل دي ستات. الله أكبر الله أكبر على الستات. 3 ستات 4 ستات هم يا دوب 4 مكتوبة. ايه والله. يبقى دي الكثافة بتاعتي دي تقريبا اهي اللي هي 676 بالتقريب، والنسبية بتاعتها هقسم على 1000. يبقى الإجابة ج. 10 كرتان معدنيتان، الأولى نص قطرها R وكثافتها رو، والثانية نص قطرها 2 R وكثافتها 2 رو. أنا بحب الحاجات دي قوي، أنا بحبكم قوي، أنا بحب المسائل اللي فيها نسب دي عشان بتطلع الفئة العلمي من جوه الأدبي اللي إحنا بنديهم دول. فإن النسبة بين، والطالب اللي بعت لي على الفيس من ضمن يسأل المستر ليه بتحبطني وتقول لنا أنت أدبي؟ يا أدبي بتضايقك يا أدبي؟ طب يا أدبي. فإن النسبة بين كتلتي الكرتين، أصل مش معقولة حاجات بديهية أقول له يعني إيه طرد يعني إيه عكس، وما يردش ويقول لي هو أنت بتقول لي ليه يا أدبي؟ وبعدين أدبي دي ناس كويسة. أقسم بالله أنت ولا أدبي ولا علمي. أقسم بالله الدفعة دي ولا تنفع أدبي، الله يخرب بيت اللي عمل فينا كده. الدفعة ولا تنفع أدبي ولا علمي، ده أدبي ده أنا بمدحك. والله بمدحك. ده أنت زبال يالا. ده أنت ما بتفهم؟ بلاش زبال، برضه الزبال بيعمل حاجة مفيدة. تخيلوا انتوا ما بتعملوش حاجه مفيده يا جماعه. انتوا مش موجودين في الكون، انتوا كائنات مضره.
عاملين زي الطفيلات، بتاكل وبتشرب وبتقعد على النت تستهلك نت من البيت، وابوك وامك فاكرين الدكتور جه والدكتور راح، ما يعرفوش انك على الله ان شاء الله، على الله يالا على الله. والله نفسي اقول لك يعملوا وزاره لوحدها اسمها وزاره الطفيلات، ويحطوا كل اللي ما بيفهموش فيها، وانا اخش برشاشه اخلص عليهم. والله العظيم بجد ما بيشغلوش ده لو في ده اصلا. انا اسف يا جماعه مش قصدي اضايقكم، بس انتوا طفيلات. كرتان معدنيتان، عايز النسبه من الكتلتين، يبقى الكتله بتساوي الكثافه في حجم. اهي يلا بينا، يبقى الكتله تساوي الحجم، حجم الكوره للمره الثانيه 4/3 باي ار تكعيب. هو عايز نسبة بين الكرتين، طبعا دي من ضمن الغباء اللي حصل في التقييمات. لازم تحدد عايز ام كام على ام كام، فانا اعتبرها ام 1 على ام 2، ده ما قالش كده كده. وانا جاي اقسم بشيل الاربعة 3 واشيل الباقي عشان دول ثوابت. يبقى كثافة 1 على كثافة 2 عشان علاقة طردي، في نص القطر 1 على نص القطر 2 تكعيب عشان علاقة طردي. يلا نعوض. الأولانية اسمها روم والتانية اسمها 2 روم. نص القطر الأولاني ار ونص القطر التاني 2 ار تكعيب. رو مع رو يبقى نص، 1 على 2 تكعيب يعني تمن، يبقى الإجابة 1 على 16. أسئلة حلوة أوي، عايزة طالب علمي أوي. طبعا زي ما احنا قلنا، هو احنا علمي؟ لا، احنا علمي علمك، احنا علمي علمك والله. الوزير بس اللي يعرف مين دول الكائنات دي ايه. طبعا الحمد لله بفضل الله تقريبا حلينا كل السريان واللزوجه اللي في الحصه تقريبا، ما سيبناش حاجه، سيبنا دي بس، سيبناها في سنتر وحليناها في سنتر. تعال نشرحها. 23 شريان رئيسي يبلغ مساحه مقطعه 3 سم مربع، يبقى دي مساحه 1. نتحرك بسرعه 30، يبقى دي سرعه 1. يتوزع الدم منه على عدد من الشعيرات، مساحة مقطع كل منها يبقى دي مساحة 2. لحظة بس يا مستر، أنا لاحظت حاجة يا مستر. المساحة هنا متر مربع وهنا سنتيمتر مربع، مش هينفع. الناحيتين لازم يا سنتي يا الاتنين متر، يبقى في 10 أس سالب 4. أحول السنتيمتر مربع 10 أس سالب 4. سرعة سريان الدم في كل شعيرة من اللي دول يبقى ده الفي 2. احسب عدد الشعيرات، عايز ان. خدنا قانون في السبورة يا ولاه، يا ولا بيقول مساحة 1 في سرعة 1 بيساوي عدد الشعيرات في مساحة 2 سرعة 2. الناس المحترمة اللي صورت السبورة وكاتبة كل حاجة، المحترمين اللي بيتعدوا على صابع الإيد من غير الرجل، إيد من غير الرجل. يلا نعوض. يبقى 3 في 10 أس سالب 4 السرعة 1 30. يوم واحد شاطر سألني يقول لي إيه؟ طب وهنا ما حولتش السرعة ليه؟ ما هي سنتي على ثانية، ما تحول المتر هي كمان. حبيبي ما دام التانية سنتي على الثانية يبقى سيب الاتنين. يساوي ان افتح قوس المساحة التانية 3 في 10 أس سالب 8. السرعة التانية 5/100. يلا اضرب دول واقسمهم على دول، تطلع الان تقريبا 6000. والله مش فاكر، المشرفين هم اللي عوضوا. هنا يا جماعة الناس اللي على الله ما يعرفوش تحويلة السنتي في 10 أس سالب 2. والسنتيمتر مربع اللي انا لسه محولها 10 أس سالب 4. سنتيمتر مكعب 10 أس سالب 6. عشان اللي ما يعرفهاش بس، علمي علمك، طلبة علمي علمك. سؤال 24 حليته ده ولا ما حليتوش؟ ما حليتوش. ماشي. أنبوبة قطرها 10 سنتي، يبقى نص القطر 1 ب5، تنتهي بقطر 2.5، يبقى نص القطر 2 1.25. لازم اجيب نص القطر على طول. معايا القطر اجيب نص القطر. في مسائل السريان كانت سرعة الماء في الجزء المتسع يبقى سرعة 1 عشان دي تبع 1، ما هو ده نص القطر 1 اللي هو الواسع. فإذا كانت كثافة الماء تساوي 1000، معايا كثافة الماء، اوجد سرعة الماء عند النهاية، عايز سرعة 2.
اوجد كتلة المية خلال دقيقة، يعني الزمن ب60. صلى على النبي. هنعمل العلاقة اللي هي R تربيع في V1 بتساوي R2 تربيع V2. يبقى 5 تربيع في السرعة 1 بكام؟ 1 دي 1 ماشي تساوي نص القطر اللي هو 1 وربع تربيع في السرعة 2. هي مبدئيا 5 على 1 وربع دي ب4 تربيع يبقى 16، السرعة 16 دي مبدئيا يعني. ده من غير آلة حاسبة، والله من غير آلة حاسبة. 5 على 1 وربع الكل تربيع، هي 5 على 1 وربع أصلا ب4 يبقى 16 من غير آلة، صح؟ 5 على 2 ونص ب2 يبقى ماشي. كتلة المية هي محلولة خلاص، بس كتلة المية هنجيبها ازاي؟ كلنا عارفين ان الكيو ام كتبنا على السبورة بيساوي ام على تي بيساوي رو اي في. هنقول ايه 1 في 1. طيب يبقى الكتلة بتساوي الكثافة في ايه 1 في 1 في الزمن. طبعا دي قوانين تعود مباشر ما فيهاش فهم، وانت لازم تكون نقلت ورايا القوانين على السبورة. كثافة المية 1000. المساحة بقى صلى على النبي. مساحة 1 معايا نص القطر صح؟ يبقى باي ار تربيع. طب ونص القطر هيبقى 5 في 10 أس سالب 2، لازم تحول. يبقى 5 في 10 أس سالب 2 تربيع. التربيع على القوس ده علمك، التربيع على القوس ده مش على الباي. طلبة العلم علمك والله بيربعوا أي حاجة. التربيع على القوس مش على الباي. يبقى باي ار تربيع. السرعة 1 كانت ب1 في الزمن 60 ثانية. اضربهم في بعض هتطلع طبعا أكيد الإجابة دي 472 كيلو جرام. يبقى دي تعود مباشر. اشمعنى يا مستر ما حولتش السنتي هنا؟ عشان دي سنتي ودي سنتي، الاتنين هيشيلوا بعض. لكن دي مسألة تعويض مباشر، لازم اشيل المساحة واعوض واحول للمتر اللي هي 5 سنتي يبقى في 10 أس سالب 2. 26 اتحلت في بعض السناتر والسناتر لأ. معدل السريان الحجمي ده كيو في. معدل الانسياب الكتلي ده كيو ام. عايز الكثافة. طبعا كلنا خدنا المثلث ده في الحصة، ان كيو ام تساوي رو في كيو في. كل الناس خدت المثلث ده. طب انا عايز الكثافة، يبقى كيو ام على كيو في، تطلع الإجابة 1000. 27 فسر لماذا تكون سرعة تدفق الدم في الشريان الرئيسي أكبر من سرعته في الشعيرة الدموية رغم أن مساحة مقطع الشعيرة صغير. حضرتك عندنا قانون AV للشريان الرئيسي بيساوي N في A2 V2 للشعيرة. فهتقول له لأن مجموع المساحات للشعيرات N في A2 أكبر من مساحة الشريان اللي هو A1، والسرعة تتناسب عكسي مع المساحة. تكتب له كده. السؤال ده مهم وإن شاء الله جاي في الامتحان. لو ما جاش في آخر السنة هيجي في الشهر، ما جاش في الشهر هيجي في آخر السنة. ولأن السرعة تتناسب عكسي مع المساحة. طبعا السؤال ده شارحينه في الحصة اللي هو بتاع الشعيرات. قلنا شريان القلب الواحد مساحته كبيرة والشعيرة الواحدة مساحتها صغيرة، بس أنا مش بجيب شعيرة واحدة، أنا بجيب ملايين الشعيرات. فالدم اللي خرج من الشريان الكبير اتوزع على مساحة كبيرة اللي هي ملايين الشعيرات. فلما أقول لك ليه سرعته في الشريان الكبير رغم إن هو كبير أكبر من الشعيرة سرعته أكبر، قول له عشان أنا مش بقارن شريان بشعيرة، أنا بقارن شريان بملايين الشعيرات اللي خرج فيها الدم. فملايين الشعيرات دي لو جمعنا مساحتهم هنلاقي مساحتهم أكبر من الشريان الواحد. طبعا ما اعرفش البطيخ اللي ما ركزوش في الحصه فاهمين اقول ايه. فاكرين دي لما قلنا فالشريان الواحد مساحته كبيره
والواحده من دول مساحتها صغيره، بس انا مش بجيب واحده، انا بجيب الملايين، فالملايين دول مساحتهم اكبر من المساحه دي. طيب لديك 4 ألواح خشبيه ذات مساحات مختلفه، ايه 1 2 3 4، وضعت على نفس السطح، يبقى اللزوجه ثابته والارتفاع سمك الدي ثابت، خدنا زي في الحصه، وبيتحركوا بنفس السرعه، فاكرين طبعا الحركه اللي عملناها، يبقى القوه تتناسب طردي مع المساحه، شرحناها في الحصه مش عايزها. ما دام مساحه 1 اكبر من مساحه 2 اكبر من مساحه 3، يبقى قوه 1 اكبر من قوه 2 اكبر من قوه 3، نفس المساله اللي خدناها في الحصه. 32 لوح دائري قطره 140 سم، يبقى نص القطر 70 سم، ينزلق بسرعة 1/10، يبقى دي الفي، على طبقة سائل لزج سمكها 2.5 مللي، يبقى دي الدي، ومعامل لزوجته 2.5 كيلو، يبقى دي الإيتا. احسب مقدار، خلي بالكم يا جماعة من الوحدة دي، أنا كنت عملت لك وحدة في الحصة اللي هي كانت نيوتن في ثانية على متر، هي كيلو جرام على متر ثانية، دي معامل لزوجة. لكن لو سألك على الضغط، كيلو جرام على متر ثانية تربيع، ده بقى الضغط. فخلي بالك معامل اللزوجة إيتا دول، الضغط ده في تربيع في الضغط. يا رب نكتب الملحوظة دي ونوقف الفيديو كده ونكتبها. طب عايز القوة تعويض مباشر، القوة قلنا بتساوي إيتا اي في على دي، معامل اللزوجة مديها لك ب2.5، المساحة دي دايرة، يبقى باي نص القطر 70 في 10 أس سالب 2 تربيع، والتربيع على القوس، والباي لوحدها، الباي بعيد عن التربيع، يا رب نحفظ. السرعة 1/10 على السمك بتاع الطبقات 2.5 مللي، والملي بكام يا مستر؟ ب10 أس سالب 3. احسبها عشان مكسل احسبها بصراحة بقى. 34 مسألة الغواصة. قلنا لو انت في بحر وعندك غواصة في البحر، عشان اللي ما حضرش معانا الغواصة دي على عمق اتش، وعايز الضغط على باب الغواصة، قلنا فرق الضغط على باب الغواصة بيساوي رو جي اتش. طيب تمام، هو بيقول لك مديك الضغط، مديك الدلتا بي، ومديك الرو، طب ما الدنيا جميلة اهي، وعايز العمق، طب ما خلاص معايا البي ومعايا الرو 1030، والجي مديها لي اهي 9.8، عايز الاتش، يبقى الاتش تساوي دلتا بي على رو جي. طلعت بكام؟ يا رب تكون محلولة يا رب. راحت فين؟ راحت فين؟ احسبوها بقى يا جماعة، نكسل احسبها لكم عشان انتوا، انا عارف انتوا هتشلوني. 12 و2 في 10 أس 5 أس 5 على 10 أس 5 اهي، على 1030 في 9.8. العمق طلع 120.8، 120.8، يعني تقريبا 121. ما شاء الله، كل العمق 121 متر، دي كيلو. طب والقوة بكام؟ كلنا عارفين قانون القوة، كتبناها على السبورة، بيساوي بي في المساحة. الضغط معايا، طب والمساحة؟ مديلك قطر باب الغواصة 100 سم، يبقى باي في نص القطر 50 في 10 أس سالب 2 تربيع. يبقى هنا ماشي يا جماعة، الكاميرا فصلت، يبقى القوة بتساوي البي في الايه، البي اهي، والمساحة قال لك قطر الغواصة، يبقى نص القطر ب50، المساحة هتبقى باي
في 50 في 10 أس سالب 2 تربيع باي ار تربيع. هتطلع الإجابة ج. بعد كده سؤال 35 بيقول لك أنهي علاقة صح؟ طبعا ده سؤال أهبل، إجابته د. ليه؟ كل ما بنزل في العمق كل ما الضغط بيزيد، يبقى الضغط عند زد أكبر من واي أكبر من إكس. 37 سؤال حلو أوي. مكعب مصمت ومتوازي مستطيلات مصنوعان من نفس المادة، يعني نفس الكثافة. كانت أبعاد المتوازي الطول والعرض والارتفاع، ده عشان أجيب الحجم. وعند وضعه على الوش ده، حطيناه على الوش ده، يبقى دي المساحة اللي لامسة الترابيزة، الوش ده. كان الضغط الناشئ منه 3 أمثال الضغط اللي في المكعب. حلو قوي السؤال ده. يعني الضغط بتاع المتوازي 3 أمثال الضغط بتاع المكعب. خدنا في الحصة افتكر كده قانون للضغط لما قلنا بيساوي ام جي على ايه، وشلنا الام وقلنا رو فوليوم جي على ايه. يبقى هقول هنا رو فوليوم جي للمتوازي على ايه بتساوي رو فوليوم جي للمكعب. طب الاتنين نفس الكثافة، الاتنين نفس عجلة الجاذبية. تعالى بقى نعوض بالحجم. الحجم هنا بيساوي 10 في 20 في 30 طول في عرض في ارتفاع، والمساحة 20 في 30 يساوي حجم المكعب طول الضلع تكعيب مساحة وش المكعب اللي تربيع. ودي 2 مع 3 يتبقى لي فوق 1، وال20 مع ال20 وال30 مع ال30 في 3 هنا، معلش نسيتها اهي، في 3 هنا، ال3 اللي مضروب فيها دي معلش اهي. يبقى كده هيتبقى لي هنا 10 بتساوي 3 ال. يبقى حجم المكعب بيساوي ايه؟ ال تكعيب. طب مساحة وش المكعب ال في ال، هو متساويين، فكده هيطير ال تربيع مع ال تكعيب. يبقى عايز ال الواحدة، يبقى ال الواحدة تساوي 10 على 3. 10 على 3 ب 3.3 من 10. سؤال حلو طبعا، مفيش كلام يعني. 39 وضع جسمين A و B على عمقين مختلفين، يبقى ده عمق ال A وده عمق ال B. فإن النسبة من الضغط الواقع على B إلى الضغط الواقع على A. ما احنا قلنا الضغط الواقع على B الضغط الواقع على A. الضغط يتناسب طردي مع العمق، يبقى بيساوي عمق ال B على عمق ال A. عمق ال B بكام؟ 20 وده 15، يبقى 4 على 3. سؤال 40. الشكل المقابل يمثل جزء من سائل يكون الضغط عند النقطة A الموجودة عند السطح هو R. يعني هنا في ضغط هنا هو الضغط الجوي يعني بيساوي R، والفرق في الضغط، لحظة، فرق في الضغط من A لحد B دي كلها ب3 R. الفرق يعني مش كلها، يعني دي مش داخله معانا، هو من هنا لهنا بس 3 R. النقطة C تقع في المنتصف. يعني ايه تقع في المنتصف؟ يعني دي 1.5 R ودي 1.5 R، لأن ده الرو جي اتش، دي نص الاتش ودي نص الاتش، فدي هتأثر ب1.5 ودي تأثر 1.5. 3 R قلنا الفرق من هنا لهنا. فإن قيمة الضغط عند النقطة C، يبقى الضغط عند السي بكام؟ يوم 1.5 يقول لك ايه؟ ما هي 1.5 ار اهي يا مستر، اختار ج يا مستر. حبيب قلبي حبيب قلبي، الحته دي 1.5 بس في فوق ضغط جوي ب1، يبقى هنا 2.5 ار. يبقى في 1.5 ار اللي هو شويه السائل دول ومعاهم الضغط الجوي اللي هو ار. 2.5 ار يعني 5 على 2، يبقى الاجابه 1000. 41 بيقول لك نسبة القوة تأثير المية على القاعدة بكم إلى كم إلى كم؟ طبعا كلنا عارفين القوة تساوي الضغط في المساحة، والضغط اللي هو رو جي اتش في المساحة. كلهم نفس المية، شيل الرو. كلهم نفس الجي، شيل الجي. يبقى كده القوة
القوة تتناسب مع AH. امسك بقى كل واحدة اضرب ال A في ال H. ال A هنا ب4 وال H ب10، 4 في 10 يبقى دي 40. ال A هنا ب2 وال H ب10 يبقى 20. ال A هنا ب1 وال H ب10 يبقى 10. يبقى نسبة التلات قوى 10 إلى 20 إلى 40. شيل الصفر يبقى 1 إلى 2 إلى 4. يبقى الإجابة د. سؤال لذيذ، بس هات لي الطلبة المتوسطة اللي هتعرف تحله. بالله عليك يا وزير هات لي الطلبة المتوسطة اللي هتعرف تحله. المتوسط مش الفاشل، المتوسط. حرام عليك بجد، حرام عليك. تعالى شوف الطلبة عاملة ازاي. ادرس الشكل الذي أمامك ثم احسب الضغط الواقع على سطح الزيت. عايز الضغط اللي هنا، واداك الجي، واداك كثافة المية، واداك كثافة الزيت، واداك الضغط عند القاع. صلى على النبي. الضغط عند القاع ده بيساوي ايه؟ كل اللي فوق مية وزيت وهواء. حلو قوي. يبقى الضغط واحد اللي هو عند القاع يساوي ضغط المية زائد ضغط الزيت زائد ضغط الجوي. تمام. الضغط عند القاع بكام؟ 2 في 10 أس 5. ضغط المية هيبقى كثافة المية في جي في ارتفاع المية 5 زائد ضغط الزيت يبقى كثافة الزيت في جي في ارتفاع الزيت 6.25 زائد بي ايه. عندنا طريقتين حل. طريقتنا اللي احنا العباقرة اللي هي شيفت سولف نطلع البي ايه على طول، يا طريقة المعاقين نحسب كثافة المية 1000 في الجي في 5 ونجمعها على كثافة الزيت في الجي في 6.25 ونوديهم نطرحهم الناحية التانية يطلع الناتج البي ايه. أنا مش فاكر حسبتها ولا لأ. لا ما حسبتهاش. شوف بقى أنت البي ايه هيطلع بكام. سؤال 43. عايز كثافة السائل بي على كثافة السائل ايه. طيب ما هو الكثافة بتساوي الميل بتاع السائل ايه على الميل بتاع السائل بي. طب والميل بتاع ايه بادئ من هنا لهنا، هنجيب فرق الصادات 3. اسف ميل بي، انا اسف على ميل ايه، انا اسف انا ودينا في داهية. الميل بتاع بي بادئ من الصفر لحد ال4 يبقى 4 على 5 على ميل الخط ايه من 1 ل4 فرق الصادات ب3 على نفس ال5. ودي 5 مع 5 يبقى 4 على 3. يبقى الإجابة 4 على 3. يبقى خلي بالك لو الخط بادئ من صفر باخد آخر الخط 4 على 5، لكن لو الخط بادئ من نقطة غير الصفر يبقى أجيب فرق الصادات 4 ناقص 1 ب3. يبقى الميل الأولاني 4 على 3 والميل التاني سوري 4 على 5 والميل التاني 3 على 5. يبقى نقولها تاني. الخط ده بدأ من الصفر يبقى فرق الصادات 4 ناقص 0 على 5. الخط ده بدأ من 1 فرق الصادات يبقى 3 على 5. 44. سؤال جامد قوي. بيقول لك الدبليو والزد في نفس الاتش، يبقى الضغط يتناسب مع الكثافة. كثافة ده 3 على 2، كثافة ده 1. هو عايز ايه بقى؟ يبقى اقول الضغط عند زد على الضغط عند دبليو يساوي ضغط عند زد على الضغط عند دبليو تساوي كثافة زد على كثافة دبليو، لأن الضغط بيساوي رو جي اتش، الجي ثابتة والاتش هي. طب كثافة الزد 3 على 2 على 1، دي 3 على 2 ودي 1 تساوي بي زد على بي دبليو. طب ما تعمل مقص، ودي الاتنين هنا يبقى 2 بي زد، ودي بي دبليو هنا يساوي 3 بي دبليو. دي موجودة فين دي؟ اهي. يبقى 3 بي دبليو بتساوي 2 بي زد. مسائل عظيمة قوي، عظيمة قوي. 45. أثرت قوة ممسية، ما تكملش المسألة. لما تيجي تأثر قوة ممسية يعني معدي كده، ايه الضغط اللي عاملاه؟ صفر. لو شفت كلمة قوة ممسية الضغط بصفر. السؤال الأخير كده خلصنا. متوازي أبعاده كذا كذا، طبعا عايز أكبر ضغط. أكبر ضغط يعني يتحط على أصغر مساحة.
يبقى الضغط هيساوي القوة على أصغر مساحة. مين أصغر مساحة في دول؟ دي الجنب ده الصغنن. طب والجنب ده بيساوي ايه؟ دبليو في الطول اتش. يبقى الإجابة ألف. يبقى أكبر ضغط لما أحطه على أصغر مساحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خلص المراجعة يا رجالة، بالتوفيق إن شاء الله. أراكم على خير في الجزء اللي جاي، جزء تقيل كده. احنا راجعنا ما سيبناش كلمة ولا فتفوتة في المنهج، سيبنا كل حاجة، طبعا بالإضافة لإنك تتفرج على محتويات المنصة سريعا لكتاب الامتحان في الضغط، كتاب الامتحان في الكثافة، كتاب الامتحان في السرعان واللزوجة. هيفرق معاك جدا جدا في الحل. يبقى تقييماتك مع كتاب الامتحان باذن الله. هنقفل سواء في اخر السنه سواء انا مش هنراجع تاني، مفيش وقت يا جماعه. هي دي المراجعه اللي هنعتمدها ان شاء الله لاخر السنه. بالتوفيق يا رجاله. توحشوني اجمل طلبه في مصر، الاكساويه اوائل الجمهوريه زي ما اتعودنا. مفيش حد بيحل قدنا، واللي يحل قدنا نقول له يا عمنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.